ما هي قصة إسماعيل هنية ويحيى السنوار؟ ولماذا إسماعيل هنية طلع إشاعة عن نفسه أنه تم اغتياله وهو لم يغتال؟ القصة الحقيقية للخلاف الحاد وهروب إسماعيل هنية من جماعة يحيى السنوار. معكم المعارض الأردني عوني عبد بطرس حدادين. أنا معكم في بث على اليوتيوب أخبار الأردن عوني حدادين، جوردن نيوز أوني هدادين، وعلى التيك توك أوني هدادين عوني حدادين. الساعة الآن بتوقيت النرويج 15:36 دقيقة، يعني 3:30 و7 دقائق نهارا، وبتوقيت الأردن الساعة الآن 16:37 دقيقة، يعني 4:30 و7 دقائق نهار يوم الخميس 17/10/2024. إخواني، السنوار يحيى السنوار معتقل في إسرائيل منذ بداية طوفان الأقصى، وإسماعيل هنية كان يتعامل مع إسرائيل على أنه حياته خطر من جماعة يحيى السنوار. فإسرائيل كانت تحقق مع يحيى السنوار لمعرفة كل جماعته وإبادتهم. لهذا السبب إسماعيل هنية صارت حياته بخطر أكثر في الفترات الأخيرة، اللي طلعوه على إيران وطلعوا إشاعة أنه تم اغتياله، على بين ما يأخذوا اعترافات يحيى السنوار عن باقي أطراف المقاومة الشرسة الفلت، يعني اللي مش ماين عليها إسماعيل هنية. الآن إذا أي وقت بيعلنوا لكم عن مقتل يحيى السنوار، فاعلم أنه قتل في إسرائيل تعذيبا، ثم قالوا بتفجير كذا تم مقتل يحيى السنوار. لهذا السبب إسماعيل هنية سيظهر في أي وقت بعد تصفية جماعة يحيى السنوار. هذه القصة الحقيقية لموضوع كذبة اغتيال إسماعيل هنية، وهاي هي القصة الحقيقية لموضوع أنه السنوار برا ومشكل جيش. السنوار معتقل من أول أيام، والخطر ما كان منه، كان الخطر مع الجماعة اللي تابعين إله وليسوا تابعين لإسماعيل هنية، كان في خلاف شديد بيناتهم. وإذا بدكم تعرفوا الصحيح، احضروا فوضى على النتفليكس بتلاقوا الحقيقة 100%. هناك من يمثل دور السنوار باسم ثاني، وهناك من يمثل إسماعيل هنية باسم ثاني. ففوضى على النتفليكس إذا بتحضرها كل أجزائها بتفهم الصح 100%. يعني المسلسل اللي عملوه عن الفوضى هو اللي كشف المؤامرة حماس، إيران، حزب الله، وملك الأردن، لأنه فوضى شارح كل إشي لكم سلفا. فهمتوا؟ شغلوا أدمغتكم. تواصلوا معي برسالة صوتية واحدة على واتساب على 0047911227. بتودي رسالة صوتية واحدة تعرف عن نفسك شو المطلوب، وبس أفضى برد. شايفين المسرحية والفيلم كيف؟ بخاطركم. باي.